يمكن تكون شايف انك ما كنتش تستحق اي حاجة وحشة حصلت، وان قد ايه الحياة غير عادلة، وانك كنت انسان طيب. بس وعيك ايه يا انسان يا طيب؟ وعيك ايه وانت بتختار؟ على قد وعيك على قد ما هتاخد، على قد وعيك في شغلك على قد منصبك، وعلى قد وعيك في حياتك على قد اختيارك لشريك حياتك. في الحلقة دي هنتكلم عن مفهوم الاستحقاق. ليه ساعات بتحصل لنا مواقف نحس ان احنا ما نستحقش ده؟ ازاي نسامح نفسنا بوعي ونبني علاقة صحية مع ذاتنا، ونفهم ان السعي والاختيارات هي سر التغيير الحقيقي. هنتكلم عن الوعي بنفسنا واللي بنستاهله ونستحقه. حلقة هتخليك تبص لجواك وتعيد حساباتك مع نفسك، وتاخد أول خطوة لمسؤولية حقيقية عن حياتك. أولا، ازاي أسامح نفسي؟ لازم تفرق بين انك زعلان او ندمان على غلطة وبين انك حياتك وقفت عشان الغلطة. لازم نبقى على وعي انه مهارات الحياة ما تعلمناش في المدرسة. يعني ازاي اتعامل مع فلان او ازاي اقود الموقف الفلاني، والكوميونيكيشن سكيلز عموما احنا ما تعلمناهاش ايام المدرسة. وبغض النظر عن الجملة التنظيرية اللي بتقول احنا بنعيش نغلط ونتعلم، ولولا اخطائنا دي ما كناش هنتعلم الصح، وان الاخطاء جزء من رحلتك. في اوقات لما بنغلط اغلاط جديدة، او مش اغلاط بالمعنى الحرفي بس موقف مؤلم، بيجيلنا فلاش باك بكل حاجة قديمة حصلت، رغم انك ممكن تكون اتأقلمت مع الوقت انه خلاص ده حصل وعدى. بس بتحس وانت بتفتكر ان مفيش حاجة عدت جواك. بس اللي محتاج تتعلمه هو ازاي تتعامل مع غلطك، مش انك ما تغلطش. صوتك الداخلي اقوى من صوت الناس اللي حواليك، عشان كده اتعلم تعلي صوتك الداخلي ده على صوت الناس اللي حواليك. من واجبك تجاه نفسك انك تديها كامل الرعاية والاهتمام بالكلام والافعال، كأنك بتبني علاقة جميلة مع طفل بتديله الاهتمام والرعاية والكلام الايجابي. ونتيجة طبعا لده هتوصل لفكرة الاستحقاق، سواء كان في حالة انا استحق كذا وكذا بناء على معرفة وثقة قوية في نفسك، او في حالة ما بعد موقف مؤلم وانت شايف انك ما كنتش تستاهل او تستحق ده. يمكن تكون شايف انك ما كنتش تستحق اي حاجة وحشة حصلت، وان قد ايه الحياة غير عادلة، وانك كنت انسان طيب. بس وعيك ايه يا انسان يا طيب؟ وعيك ايه وانت بتختار؟ على قد وعيك على قد ما هتاخد، على قد وعيك في شغلك على قد منصبك، وعلى قد وعيك في حياتك على قد اختيارك لشريك حياتك. اي نعم، وقت حزننا بنشوف اننا ما كناش نستحق ده، بس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ربنا أمرنا بالسعي، الدعاء لوحده ما بيغيرش حاجة. ربنا من رحمته بينا بيخلينا ندعي باللي محتاجينه، وبيدينا طاقة السعي، وما بعد السعي استجابة الدعاء. التمر منزلش لوحده من النخلة للسيدة مريم، لكن ربنا أمرها إن هي تهز بجذع النخلة، وده طبعا صورة من صور السعي. ونزول التمر ده استجابة. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا الناس لبيت الله اللي هو الكعبة، قال يا رب أنا خايف ما يلبوش النداء ده، وربنا أمر وقتها بالسعي وإنه ينادي فيهم بده. ولحد النهاردة بنلبي النداء ده. وعشان كده ابدأ صلح نظارتك ووعيك عشان تاخد كواليتي أو جودة أحسن في كل حاجة. لو مش عاجبك الاوتبوت اللي هو الناتج النهائي لاختياراتك، غير الانبوت، المدخلات بتاعتك. كله مسؤوليتك انت اللي بتحط الانبوت، وانت اللي بتختار، واللي مسؤول عن البروسيس كلها. اول ما الانسان بياخد عقلية المسؤول فهو حط نفسه على اول الطريق. ربنا غفر لسيدنا آدم عشان اعترف بذنبه، بس ما غفرش للشيطان عشان قال يا رب انت اللي غويتني، وكان في دور الضحية. وسيدنا يونس في بطن الحوت لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الإنسان لما بيعترف بذنبه ويبدأ ياخد مسؤولية قراراته واختياراته، كل حاجة بتبدأ تتحل. لما يبطل يرمي كل حاجة على شماعة، سواء كانت أشخاص أو ظروف، ويبدأ يقول لا ده كان اختياري أنا، وأنا اللي كنت مسؤول عن ده،
ويبدأ يتبنى عقلية المسؤول، كل حاجة قدامه بتبدأ إنها تتفتح وتتسهل وبيبقى فيه يسر. وافتكر إن الرحلة اللي بتخوضها لاكتشاف ذاتك أو للتعافي هي عشانك انت. عزيزي المستمع، اسمع، فكر، اتحرك.